وضعوا حدا لمعاناته وأنهوا حياته بموجب ما يعرف بقانون الموت الرحيم. قال الأطباء إن مرضه لا علاج له، وإنهم أخذوا القرار رحمة به وبطلب من ذويه، ووفق القانون البلجيكي الذي يجيز إنهاء حياة المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية وآلام مبرحة. لم يكشف الأطباء عن اسم الرضيع أو عمره، ولكنهم تذرعوا بقانون الموت الرحيم الذي شرعت بلجيكا تطبيقه دون تحديد للعمر قبل عامين. وأشاروا إلى أن عددا من الآباء يسعون إلى إنهاء حياة أطفالهم المرضى رأفة بهم. ويقول مسؤولون في لجنة السيطرة والتقييم الفيدرالية بشأن الموت الرحيم في بلجيكا إن عدد الأهالي الذين طلبوا إنهاء حياة أطفالهم قليل، لكن ذلك يجب أن لا يقف أمام منحهم حق تقرير مصائر أطفالهم في موت كريم. وكانت بلجيكا شرعت قانون الموت الرحيم في عام 2002 لمن يعانون من أمراض مستعصية وآلام مزمنة يصعب تحملها أو علاجها، وشمل القانون القاصرين، لكن المشرعين تراجعوا عن ذلك بسبب المعارضة السياسية. وعادت الحكومة البلجيكية في عام 2014 لمنح حق الموت لمن هم دون سن 18، ولكن وفق ضوابط مشددة بحيث يكون الطفل مدركا لمعنى الموت الرحيم إلى جانب موافقة ذويه. وشملت الضوابط حالات المصابين بالأمراض الخطيرة التي لا علاج لها. وتعد بلجيكا الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بتطبيق قانون الموت الرحيم للأطفال المرضى في أي عمر، لكن جارتها هولندا ما زالت تمنع تطبيقه لمن هم دون 12.